مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا متابعين عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير على صفحتي الإذاعة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول أميرة وشيرين. ايضا فيكم تنضموا لنا، لكن الارقام رح نتركها. قبلها رح نستضيف او رح نرحب بضيفنا الدكتور محمد فائق عبد الحميد، اخصائي امراض الاطفال ومدير مركز العنايه الطبيه بالطفل بمدينه القامشلي. اسمحوا لي رحب بضيفي. مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافه. شكرا لك. مستمعينا، اذا حابين تنضموا لنا، اي حدا بيخطر على باله سؤال بيمارس موضوعنا اليوم او موضوع رح نحكي يعني بعدة محاور، ونتمنى الآباء والأمهات اللي حابين ينضموا لنا يشيلوا السماعة ولا تترددوا. أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص أمراض التنفسية الشائعة عند الأطفال أو اللي عم يراجعوا العيادات والمشافي بشكل عام، بتمنى أنه تشيلوا السماعة. 429 101. أيضا اللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير، عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم، وعبر الواتساب برسالة 093 82 80 81 4. رح نبلش لقائنا مع دكتور. الطقس أكيد يتغير، والعيادات والإسعافات والمشافي يعني بتكتظ بالأطفال. فشو هن الأكثر الأمراض التنفسية الشائعة اللي عم تراجع العيادات والمشافي؟ في هذا الوقت من السنة في كل عام ندخل في مرحلة متميزة تميز الأمراض التنفسية عند الأطفال. الأمراض التي نشاهدها في كل سنة، عدا عن الأمراض التي ظهرت في السنوات الأخيرة. بدأنا نشاهد نوع من أنواع المتحورات من الكوفيد والدلتا والكورونا والأوميكرون وغيره. ففي هذا الوقت نشاهد الأمراض التنفسية. كلمة الأمراض التنفسية هي كلمة واسعة تشمل جميع الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي في الرئة: التهاب القصبات ذات الرئة بنوعيه الحاد والمزمن أو التحسسية، التهاب البلعوم الحاد، إذا الالتهابات التنفسية هي التهابات شائعة. لكن الذي يميز في هذه الفترة نوع من أنواع الإصابات التنفسية التي يراجع فيها الأطفال، وشوهدت أو سمعنا منها كثير في محافظة الرقة وفي مناطقنا أحيانا. أمراض تنفسية نلاحظ بأنه خلال عدة ساعات الطفل ينتقل من مرحلة الإصابة الشديدة إلى الوفيات. حصلت بعض الأرقام، الوفيات وصلتنا إحصائيات من محافظة الرقة عن وفيات حصلت نتيجة إصابات تنفسية. مع الأسف بقي تشخيص مجهول لانعدام التقنيات الموجودة أولا. ثانيا انعدام الفرصة عند الطبيب للتشخيص من خلال الصور الشعاعية، التحليل بالPCR، التحاليل المخبرية أو غيرها التي تؤدي. عودة إلى السؤال: ما هي أشهر الأمراض؟ إذن تبقى أمراض الرئة هي الأمراض الأشهر، والتي تسبب سعال عند الأطفال، أحيانا ضيق تنفس، وهذه المشكلة الأهم، ارتفاع في درجات الحرارة، شعور بالنزق إجمالا عند الأطفال، إحساس بالوهن. الأمراض التنفسية عند الأطفال تؤدي مع الأسف إلى أعراض كولونية كاذبة، مما يشوش الأهل أنه كيف الطفل مصاب بالإسهال أو الإقياء أو إزماء الإمساك أو غيرها من. فالأهل أو الأم يشوش عليها بأنه هل الطفل معه التهاب أمعاء، هل معه التهاب كولون الطفل. إذن تراجع الصيدلية بشكاية عرضية وليست مرضية، بمعنى أنه تقول الصيدلي والله الطفل عم يسهل، وبالتالي يأخذ علاجات للإسهال، بينما الأساس فيها هو إصابة تنفسية مع الأسف، مما يضيع على الطبيب الدقائق الذهبية للتشخيص. تماما. أكيد خلال حديثك في محورين مهمين أكيد رح نركز عليهم بالفقرة الجاية، اللي هن مراجعة الصيدليات من قبل الأهالي، والسبب اللي هو ربما قد يعود للمستوى المعيشي المتدني أو أمور أخرى ثقافية طبية رح نحكي عنها أكيد. دكتور، ذكرت الأكثر الأمراض الشائعة، يا ترى لو نتطرق لموضوع الأسباب، شو هن الأسباب اللي بتؤدي لهالحالات؟ الأمراض التنفسية أسبابها كثيرة. نحن طبيا نقسمها إلى أمراض تتعلق بالبكتيريا وأمراض تتعلق بالفيروسات، هذا علميا. لكي يكون الحديث أكثر سهولة وأكثر بساطة للأهل، نقسمها نحن إلى
أعراض هذه الأمراض ونترك التشخيص للطبيب، يقول هل هي ذات رئة فيروسية، هل هي ذات رئة جرثومية، هل هو احتقان بالبلعوم، هل هو التهاب أنف تحسسي، هل هو إلى آخره. لكن الأم يجب أن تقدر من خلال ضيق التنفس الذي يحدث عند الطفل، من خلال حالة الطفل العامة، هل الطفل دخل في غيبوبة، هل هو في وهن، هل هو ارتفاع حرارة متواصل أو متقطع، هل الطفل عنده قابلية الأكل موجودة، هل يحدث إقياءات عند الطفل. طبعا كل هذه هي الوسائل التي يعتمد عليها الطبيب لوضع التشخيص، وبالتالي الطبيب هو الذي يفرق ويخبر الأهل بأن هذا الطفل يعاني من هذا المرض الفلاني. لكن الأمراض التنفسية إجمالا هي أمراض متشابهة من حيث الأعراض، غالبا من حيث العلاجات أيضا متشابهة، من حيث الوقاية، من حيث في هذا الوقت بالذات تنتشر بالتأكيد، هو هذا الوقت الموسمي لها، الغرف المغلقة بسبب العوامل الجوية، الاختلاط الشديد بين الأطفال. نعود إلى موضوع الصيدليات والأهل. بالتأكيد الوضع الاجتماعي عند الأهل، الوضع المادي عند الأهل كثير يجبر كثير من الأهالي بمراجعة الصيدليات مع الأسف الشديد. وحتى الصيدليات لو كان هناك صيدلي بالأساس هو موجود في الصيدليات، واقع الحال مع الأسف يعني يكون هناك صيدلي لا بأس نوعا ما، ولكن أن يكون متمرن أو متدرب أو في حالة من العشوائية عند الصيدليات، يعرف بأن هذا الشراب للسعال، هذا الشراب للإسهال، هذا الشراب للإقياء وهكذا. إذا يعرف اتجاه واحد، ما هي الآثار الجانبية، ما هي تركيبة هذه الأدوية، ماذا تؤثر هذه الأدوية على مناعة الطفل، على صحة الطفل، على الحالة المناعية إجمالا عند الطفل، والجرعات، الحد المسموح به. إذن هذه مجهولة عند كثير من الأحيان. حقيقة الواقع يجبر الأهالي، ونحن نقول ربما ليس عند الأهل أغلى من الطفل. فأنت عندما يكون لديك طفل، كثير من المشافي تقدر الأوضاع المادية عند الناس، ونحن لا نكون الآن في هذه اللحظة نقوم بدعاية لمركزنا، ولكن حقيقة من يبدي شكاية مالية عندنا بالمركز حقيقة للفقراء بما يشبه المجان يعني بالمركز عندنا. وهذه الصفة موجودة عند كثير من الأطباء في بلدنا، منتشرة كثير من الأطباء الذين لا يتورعون حقيقة عن المعاينة مجانا، خصوصا الأطفال. يعني الأطفال يعني هو علم بحد ذاته، لا تستطيع الأم أن تشخص. حتى كثير من زملائنا الأطباء الثانيين في باقي الاختصاصات أبنائهم يمرضون فيراجع طبيب الأطفال، يعني لا يستطيع أن يضع تشخيص مؤكد. إجمالا الحالة العامة قلنا عند الأطفال هي عند الأهل هي تجبرهم على مراجعة الصيدليات. تمام دكتور، الأعراض اللي من شوي إنه حكيت موضوع الأعراض بتتشابه، يعني في شيء حاد، شيء مزمن، شيء شديد، شيء يعني أمراض أخرى مؤخرا يعني ظهرت حاليا. كيف بتفرقوا أنتم الأطباء بين الأعراض حتى شخصوا الطفل هذا أول حاليا؟ كما قلت من قليل نحن نميز بين الأمراض الفيروسية والأمراض الجرثومية. الأمراض الفيروسية هي أمراض حادة مدتها حوالي 7 أيام زائد ناقص عدة يوم. نقسم المرض إلى عدة مراحل. أولا مرحلة الحضانة، ثم تفاعل المرض، ثم الشفاء أو مضاعفات المرض. وإذا لم يشفى المريض فإنه ينتقل للمرحلة المزمنة، بمعنى أنه صار إلى مرحلة متطورة. القليل من الأمراض الفيروسية يتحول إلى مرحلة مزمنة، لحسن الحظ بأن الكثير من الأمراض الفيروسية تشفى بالمعالجة المناسبة. الأمراض الجرثومية هي أمراض حادة وتتطور إذا لم تشفى إلى أمراض مزمنة. الأعراض متشابهة بين الفيروسية والجرثومية. الحرارة مشتركة؟ الحرارة ليست مشتركة، لا. بالطبيعة الجرثومية تؤدي ارتفاع درجة حرارة عالية، الفيروسية تكون درجة حرارة بين 38 إلى 39 درجة، لا أكثر. أقل طبعا، لا أكثر. يعني هذا يعطي توجه للطبيب بأن المرض هو فيروسي أو جرثومي. المشكلة في هذا الوقت هي كثرة الفيروسات المجهولة لدينا كأطباء في هذه المنطقة من تشخيصها. بدأنا نسمع بالكثير من المتحورات والفيروسات نفس الفيروس فيه له أكثر من نمط يعني. أكثر من نمط حقيقة. الجريب هو أنواعه كثيرة، ذكروا عدة أنواع من الاتش والان كثيرة تتحول في هذا الفيروس. لذلك صعوبة تأمين لقاح لفيروس محدد صعب جدا. أنت تؤمن لقاح إلى النوع المحدد من الفيروسات، من الجريبات أو الفيروسات أو الإنفلونزا، ثم يتحور هذا الفيروس، وبالتالي يجب أن تعطي لقاح للفيروس التالي وهكذا. نعم. في التاريخ كان في الصين أعتقد سنة 1918 كانت جائحة من أنواع الإنفلونزا أودت بالملايين. في إسبانيا أيضا يذكر في نوع من أنواع الإنفلونزا قتل فيها. نفس موضوع الإنفلونزا والجريب نحن نقسمها أيضا إلى قسمين بشكل عام. هناك الرشح الخفيف وهناك الإنفلونزا أو الجريب. أيوة. نفسه الرشح الخفيف هو طارئ
يدوم يومين 3 أيام، أحيانا يزول تلقائيا. حقيقة أحيانا يزول تلقائيا. الإنفلونزا أو الجريب لا، هي أطول، تدوم إلى مدة 7 أيام مثل سائر باقي الفيروسات أو أكثر، ولها مضاعفات كثيرة. طبعا تأثيرها أقوى من الرشح بكثير وتحتاج إلى معالجة. المضاعفات من الالتهابات الفيروسية أحيانا تؤدي بالأطفال وحتى الكبار إلى دخول العناية، قسم العناية المشددة لحصول ضيق تنفس أحيانا عند الأطفال، وبالتالي انعدام التنفس. تنزل الأكسجة إلى ما دون 90 إلى 80، وبالتالي يحتاج إلى أكسجين وعناية مركزة، أضف إلى المعالجة العرضية التي يحتاجها المريض. تماما. دكتور، يعني ضمن سياق حديثك أكيد حكيت عن موضوع المضاعفات وعوامل اللي بتفاقم المرض، يا ترى ممكن تؤدي إلى شو؟ الأمراض التنفسية إجمالا لحسن الحظ أن نسبة الوفيات فيها هي قليلة، يعني أحيانا 2% 3% هي نسبة الوفيات بالإصابة بالأمراض التنفسية. حتى جائحة كورونا عندما حدثت في هذه كنا نلاحظ أعداد الوفيات نسبة الإصابات المعلنة. يعني طبعا بدايات المرض كانت بين الكبار والمتقدمين في السن، لكن بتحور الفيروس إلى عدة محورات أصبح يصيب الأطفال وحتى حديثي الولادة. ومر عندنا أطفال في المركز عدة أشهر أعمارهم أو حديثي ميلاد أقل من يعني حوالي عدة أسابيع مصابين بالكورونا، تم تشخيصهم بالقامشلي. لذلك الأطفال ليسوا بعيدين عن الإصابة بهذه الأمراض. النسب تبقى أقل من الكبار بالنسبة لحديثين الولادة. في سن الدراسة الأطفال يصابون بشكل كبير بسبب الاختلاط العشوائي، سواء في ساحة اللعب، سواء في المدرسة، في الغرف المغلقة، بالمقاعد، باستخدام الأدوات الشخصية، الانتقال التنفسي من خلال الأرذاذ، السعال بوجه الآخر، انعدام العناية والنظافة، المراحيض، وأسباب كثيرة تؤدي إلى الانتشار الواسع بين الأطفال. تمام. دكتور، التشخيص هلا كيف تشخيص تفريقي احيانا بيكون ضمن مجال اختصاصكم؟ يا ترى بالسمع او الفحص السريري بتشخصوا الطفل كونه طبيب الاطفال دائما بيعتمد على سماعته، الوسائل التشخيصيه من مخبريه واشعه، وكيف بتشخصوا انه هذا الطفل خلص انه هذا الطفل هذا صار معه المرض الفلاني او التشخيص هذا هو؟ المعاينه السريريه الاولى للطفل تعطي الطبيب توجها بوضع تشخيص تفريقي أو توجه تشخيص أحد الأمراض. من خلال التشخيص الأولي للطبيب يستخدم الوسائل الطبية الأخرى، مثلا نحن نستخدم الصورة الشعاعية، الإصغاء يعطيني هل هو مثلا خرير ربوي أو غيرها. بذلك التحاليل الصدري، التحاليل المخبرية أيضا تساعد في هذا المجال. تتآزر مجموعة من العوامل الطبية لتحديد تشخيص. في الآونة الأخيرة تم استخدام جهاز الPCR لتحديد نوع الفيروس حصرا، وحقيقة احنا في مناطقنا أعتقد جهازين موجودات للاستخدام. لذلك نعتمد على هذه الأجهزة عند الحالات الخطيرة، عند الشكوك في أمراض الكوفيد الحديثة الجديدة المتحورات نلجأ إلى الPCR، لكن حالات نادرة. يبقى التشخيص الأساسي الطبيب الذي يعتمد عليه هو المعاينة السريرية، الإصغاء الصدري بالسماعات، وغالبا في الأمراض التنفسية نستخدم الصورة الشعاعية للصدر أو حتى التصوير بالطبق المحوري. أيضا بتسمعوا القصة المرضية سواء كان الطفل بيعرف يحكي إنه أو يعبر عن حالته، أو الأهل كمان تسمعوا أكيد تأخذوها بعين الاعتبار، ما هيك دكتور؟ بالتأكيد. يعني الطفل نحن نستعين بالوالدين، غالبا الأم هي التي توجه الطبيب للفهم عن الأعراض، المشاكل، سياق العدوى، كيف انتقلت العدوى، البيئة التي يعيش فيها الطفل، الأمراض السابقة عند الطفل. بالتأكيد نحن نستعين بالوالدة في هذا المجال. تمام. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتم هلا عم تسمعوا إذاعة بوير FM على الموجة 103.5، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور محمد فاق عبد الحميد، مدير مركز العناية الطبية بالطفل، اختصاصي أمراض أطفال. عم نحكي عن الأشيع حالات اللي بتراجع العيادات والمراكز الطبية أو العيادات أو المشافي. حكى لنا عن مواضيع مهمة كتير ومحاور مهمة كتير. إذا حابين تسألوا أو تتفضلوا تشاركوا الحلقة،
429 101 هو رقمنا الأرضي. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4 برسالة عبر الواتساب فيكم تنضموا لنا. أيضا يلي عم يشاهدونا برات البلد، بوير عربي أو راديو بوير على صفحتي الإذاعة، بكومنت رح نجاوب على أسئلتكم أكيد. ورح نكون مسرورين جدا لانضمامكم لنا، لأنه الهدف هو البرنامج لكم، لا تستفيدوا منه ولا تستفيدوا من معلومات الضيف والطبيب. دكتور، وصلنا لموضوع العلاج، ايمت وكيفية نوع العلاج سواء كان دوائي أو كان بحاجة لمكس وأمور أخرى أو مراحل متطورة بالعلاج. الإصابات الحديثة، الحالات الحادة من الإصابات لا تحتاج إلى دخول في المشفى، وإنما مضاد التهاب نوعي باتجاه الأمراض. ومعظم الأمراض التنفسية تستجيب للمضادات الالتهاب النوعية من الدرجة الأولى، الجيل الأول أقصد. بعض الأحيان نضطر إلى تآزر نوعين من الدواء لمعالجة المرض. المعالجة العرضية أيضا يجب أن ننتبه إليها، وهي مثلا تخفيض درجة الحرارة. في ارتفاع درجات الحرارة نعطي مضادات الحرارة. الكثير من الدراسات التنفسية عند الأطباء تقول بأن، وهذا الكلام الأطباء والأهل يجب أن يسمعوه، بأن أحيانا التصرف الخاطئ للطبيب أو الأهل يعطي نتيجة عكسية. على سبيل المثال أن الأهل يتضايقون من موضوع السعال، يعني يعطي مضادات للسعال. في أمراض مثل ذات الرئة مضادات السعال يجب أن لا تستخدم، يجب التخلص من المادة، خصوصا السعال الرطب، حيث يكون هناك نوع من البلغم موجود في الصدر. نتخلص من المادة ميكانيكيا من خلال القذف الرئة للمفرزات الموجودة فيها من المادة. بالتالي عملية السعال هي عملية جيدة. لذلك أعطاء مضادات السعال في هذه الأحيان ممكن يريح الطفل لعدة ساعات، ولكن ليس خطوة صحيحة باتجاه صحيح معالجة الأمراض. يبقى مضادات الالتهاب في الأمراض الجرثومية هي الخيار الأول. في الأمراض الفيروسية الاعتماد الأكبر يعتمد على رفع السوية المناعية عند الأطفال. مضادات الفيروسية نادرة الاستخدام. المعالجة التلطيفية لتحسين حالة الطفل بشكل عام. أضف إلى ذلك في الحالات التي يكون فيها هناك ضيق تنفس يجب أن نعطي الأكسجين للأطفال، تحسين التهوية عند الطفل. بالتأكيد التركيز على رفع السوية المناعية للطفل من خلال الفيتامينات الدوائية أو حتى الفيتامينات الطبيعية، من خلال الفواكه الموجودة، البرتقال والليمون والموز والفيتامينات الموجودة بشكل طبيعي. نحن في العيادات ننصح بهذه الفيتامينات أكثر من الفيتامينات الدوائية المصنعة. وغالبا معظم حالات الأطفال قلنا بنسب عالية، 96 97 98% من الحالات تشفى من دون أي آثار جانبية. تمام. عفوا، الحالات اللي عم تستدعي إنه المكس بالمشفى شو هي دكتور اللي بتوصل إنه هالمريض هذا لازم سؤال إيماها وأيضا علاج وريدي ومكس بالمشفى؟ الحالات التي تتطلب المكوث في المشفى نقسمها إلى نوعين. حالات تتطلب الإقامة في الجناح نعطي فيها الإماها، مضادات الالتهاب، تحسين الحالة العامة للطفل، أعطاء المضادات الحيوية، أعطاء رفع السوية المناعية عند الطفل، وهي غالبا لا تحتاج أكثر من 2 إلى 3 أيام يبقى فيها في الجناح. مراقبة أيضا الطفل، الحالة العامة للطفل، الحالة السريرية للطفل، إجراء التحاليل المخبرية للطفل، إجراء الاستقصاءات الأخرى، صور الشعاع التي تطلبها. هذه الحالات غالبا أيضا بنسب عالية يتخرج فيها الطفل خلال عدة أيام إلى المنزل مشافى. ولكن مع الأسف هناك بعض الحالات التي تنزل فيها حالة الأكسجين عند الطفل إلى ما دون 90 وتتراجع بعيدا عن الأكسجين، لذلك تحتاج إلى قسم عناية خاص بالأطفال. حقيقة هذه الحالات مؤسفة. حالات شفاء فيها ما رأيناه في السنوات الأخيرة هو حالات قليلة. مع الأسف الشديد معظم الأطفال الذين دخلوا إلى قسم العناية الطبية القلبية، قسم العناية العامة عند الأطفال، كانت مع الأسف نتيجة الوفيات هي نسبة عالية بينهم. لذلك الأهل ليست مهمتهم وضع التشخيص الأول للأطفال، عدم الخوض في هذا المجال، وإنما مراجعة الأطباء لاتخاذ الخطوات نحن نسميها الدقائق الذهبية حقيقة التي ممكن أن يستثمرها الطبيب لمعالجة الطفل. تماما.
بنهاية اللقاء دكتور حابين عبر منبر بوير وبنصائح الدكتور محمد فائق عبد الحميد رسالة للآباء والأمهات للي يعني بيصيبوا أولادهم ببداية المرض ببداية الحالات، ما يخلوا أنه المرض يتفاقم لحتى ما تؤدي إلى مثل الحالات اللي النقطة الأخيرة اللي ذكرناها. نصائح وقائية للمستمعين والمستمعات. بالتأكيد في هذه الأيام في منطقتنا على الأقل الجزيرة الجو حاليا هو مع الأسف ناشف. نعم. الجو ناشف وبالتالي يساعد على انتشار الأمراض. الجو ليس دافئا، الشمس مغرية تعطي الأطفال انطباع بأن الجو دافئ، يذهب الأطفال للعب، التواصل بين الأطفال كثير، يجب تدفئة الأطفال، يعني اللباس الجيد، يجب توعية الأطفال إلى عدم الاختلاط خصوصا مع الأطفال الذين هم تحت الشكوك بأن لديهم إصابات تنفسية من خلال ارتفاع درجة الحرارة أو سعلة أو وهن أو غيره، بمعنى أنه الطفل الذي أرى أنه مريض أنصح بالابتعاد عنه. إذا عزل الأطفال المصابين، الأهل كما قلت سابقا عند بروز العلامات الأولى للإصابات التنفسية يجب مراجعة المراكز الطبية وليس الصيدليات. الصيدليات غالبا لا تحصل على نتيجة أكثر من نتيجة تلطيفية للطفل، أكثر من ذلك لا تحصل. بالتالي المراجعة، العمل على إعطاء الفيتامينات الطبيعية للأطفال، العمل على تغذية الأطفال تغذية جيدة، العمل على الابتعاد عن مراكز الأوبئة، يعني في البراك، في الأكل النظيف أوجههم باتجاه الأكل النظيف، عدم استخدام الأدوات الشخصية، تنبيه الطفل إلى غسل اليدين، تنبيه الطفل أنه عند السعال أنت أصبت بالسعال حاول أن لا تسعل بوجه زميلك أو أخوك، التدفئة المنزلية، عوامل النظافة في البيت، حقيقة تهوية البيت بشكل جيد، التدخين بالتأكيد، لا داخل البيت أكيد. بالتدخين بالتأكيد. هاي الآباء والأمهات بالتأكيد. هذه عوامل كلها ممكن تكون كثيرة على الأهل لكنها مؤهبة ومؤهلة لحدوث الإصابات التنفسية عند الأطفال. أيضا دكتور لو نخاطب مثلا المدارس والحضانات أيضا مدراءهم يلي أي طفل شافوا عليه أي عرض، أو سواء كان الآباء والأمهات أو اللي بيشرفوا على المركز هذا، أنه يعني يعزلوا الطفل انه ما يجي، يعني لو كمان هالنصيحه هاي كمان. بالتأكيد بالسنوات الأخيرة بعد انتشار ظاهرة كوفيد والإصابات والرعب الذي حصل نتيجة كوفيد، بدأ المدراء المدارس والمجمعات التي تحوي عمال كثير أو كذا بالتوعية بأن أي إنسان يشك بأنه مصاب بالتأكيد يتم عزله لمنع انتشار العدوى. تماما. بنهاية اللقاء هذا حابب أشكر الدكتور محمد فائق عبد الحميد، مدير مركز العناية الطبية بالطفل، اختصاصي أمراض الأطفال، على هالمعلومات القيمة والاستضافة الحلوة. على أمل نلقاكم بالأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.